السلام عليكم. رجعت لكم تاني عشان نحل مع بعض تدريبات على الدرس الخامس والسادس في الوحدة الأولى. يلا بينا نبدأ على طول. No one liked Adil's space about the trip. All his friends disagreed. مفيش حد وافق على عادل على الرحلة القصيرة اللي هم رايحينها. كل أصحابه رفضوا. disagreed يعني رفضوا. طيب محدش حب عادل suggestion يعني اقتراح، ولا problem مشكلة، ولا information معلومات، ولا pool السباحة. لا، هو محدش حب او اعجب بعادل suggestion، اقتراح عادل. Number 2, I need comfortable shoes today because I'm going to walk. انا محتاج حذاء مريح اليوم لاني رايح فين؟ امشي او اتمشى. السؤال ده مهم جدا، مهم. طيب عشان انا عارفة ان كلكم هتلخبطوا indoors outdoors outdoor indoor. طيب I'm going to walk ده اسم ولا فعل؟ فعل. walk ده فعل. طيب هيجي بعده ايه؟ الفعل بيجي بعده ايه؟ وصفه بيجي بعده adverb. ممتازين، الفعل بيجي بعده adverb مش صفة. طيب احنا قلنا مين في دول adverb ومين في دول adjectives. الادفيربس اللي هم indoors و outdoors، دول الادفيربس اللي هم indoors و outdoors، دول adverbs. الاندور والاوتدور دول adjectives. طيب ايه اللي هيجي بعد الفعل ويصفه؟ الحال، الادفيربس. يبقى هناخد واحدة من دول. طيب بما ان هو محتاج حذاء مريح، هو اكيد خارج outdoors مش indoors، هتبقى outdoors. هو outdoors و indoors كلاهما صحيح في الجرامر، بس في المعنى المينينج بتاع الجملة هو outdoors اللي هتبقى صحيحة، لان هو بيقول حذاء مريح لان هو خارج بره. طيب space animals live in the forest. الحيوانات ايه اللي بيعيشوا في الغابة؟ الوايلد البرية او المتوحشة، الفارم المزرعة، الليزي الكسول، الفاني المضحكين. لا، هو الوايلد انيمالز اللي هي الحيوانات اللي بيعيشوا في الغابة، الحيوانات البرية اللي بيعيشوا في الغابة. The children played space today because it was very hot outside. هو كان حر في الخارج عشان كده الطفل لعب outdoors indoors. دي مهمة برضو اهي. The children played الأطفال لعبوا فين؟ عشان الدنيا كانت حر برا، أكيد هما لعبوا جوه. طيب هتبقى indoor ولا indoors؟ هتبقى أنه في دول ما لعبوا، عايزة أقول في الداخل عشان الدنيا حر برا، أكيد هنستبعد outdoors و outdoor. هاخد مين فيهم؟ indoors ولا indoor؟ طيب تعالوا نشوف تاني. The children played ايه؟ the children played ده فعل، ده verb. played هيجي بعده ايه يوصفه؟ قلنا لسه قايلينها فوق، هيجي بعده adverb. تمام، هيجي بعده adverb يوصفه، اللي هو مين؟ ده ولا ده؟ قلنا الادفيرب اللي اخره اس فيهم. endures مش endure دي adjective هتوصف الاسم. endures ده adverb هيوصف الفعل. he played ده فعل هيجي بعديه adverb. يا رب نكونوا فهمناها يا جماعة، عشان بجد انا النقطة دي مهمة جدا عندي ان انتوا تستوعبوها. هشام was born in 1981 which was in the last. هشام اتولد في سنة 1981 وده كانت في آخر decision قرار، year سنة، century قرن، area المنطقة. هي هتبقى اتولد في القرن، هي في القرن الأخير. طيب definitions. A or an space is a person who works in a garden as a job. مين اللي بيشتغل في الجاردن الحديقة كوظيفته؟ الباسنجر الراكب، الجايد المرشد، الجاردنر
الجاردنر العامل في الحديقة ولا الفولونتير المتطوع؟ هي هتبقى الجاردنر. Space means pots, plates, cups that are made from clay. ايه بيعني الأواني والأطباق والكوبايات المصنوعة من الطمي. pottery pottery poet يعني شاعر. البوم يعني قصيدة. البوتري والبوتري، البوتري يا جماعة ده يعني الشعر، بوتري ده يعني الشعر، شعر. البوتري يعني صناعة الفخار، بوتري. طبعا هي دي اللي الإجابة الصحيحة، بوتري هي صناعة الأواني الفخارية، from clay يعني من الطمي مش الشعر. طيب space means pretty things that people wear such as rings or necklaces. الأشياء الجميلة اللي الناس بتلبسها زي الخواتم والعود. jewelry مجوهرات. furniture أساس. coats معاطف ولا البوتس؟ هي الجولري المجوهرات الأشياء الجميلة اللي الناس بتلبسها، jewelry دي الإجابة الصحيحة. A period of 100 years means الفترة اللي هي 100 سنة تعني 100 سنة تعني country مدينة. century قرن. decade عقد. year سنة. decade دي يعني يا جماعة عقد، يعني 10 سنين. العقد 10 سنوات، 10 سنوات. القرن 100 سنة، العقد 10 والقرن 100. هي الإجابة الصحيحة بتاعتنا هتبقى century 100 years. يلا نحل على synonyms والantonyms والsuffixes والprefixes. We add the prefix a to the word agree to give the opposite. هنحطه a لكلمة agree عشان يدينا عكسها. miss this هتبقى disagree. agree عكسها disagree. The synonym of politely is معنى كلمة politely hardly صعب، impolitely يعني غير مؤدب، excitedly يعني ممتع أو بطريقة ممتعة، kindly يعني ودود أو عطوف. هو politely يعني مؤدب. في ناس ممكن تتلخبط وتفتكر كلمة synonym دي antonym وتقول politely عكسها impolitely. لا، synonym يعني معناها، synonym يعني معناها مش antonym. antonym لو كان الانتونيم بتاعها هيبقى impolitely، لكن السينونيم بتاع politely احنا قلناها قبل كده kindly. The word outdoor is the opposite of كلمة outdoor عكس كلمة هي outdoor اللي مفيهاش اس، هناخد الانdoor اللي مفيهاش اس. تمام، من غير ما نفكر كتير. memorize يعني يتذكر. has the same meaning دي بتحل محل السينونيم، يعني السينونيم بتاعها او has the same meaning ليهم نفس المعنى. ممكن يقول لي السينونيم بتاع memorize ايه، مش هي ما يقول لي the same meaning of يعني ليها معنى كلمة، ليها نفس المعنى لكلمة memorize يعني معناها يتذكر. forgive يسامح، forget ينسى، reply يرد، remember يتذكر. memorize يعني remember. the noun north الشمال can be an adjective by adding. ممكن نحول كلمة شمال اللي هي north نحولها لصفة ان احنا نضيف ern ing ed. احنا بنحول north لصفة ان احنا نضيف ern. north هتبقى northern. to make the negative form of politely we add the prefix. احنا عشان نعمل صيغة النفي من كلمة politely عشان ننفيها او عشان نعمل منها صيغة النفي
احنا بنضيف مقطع البريفكس في بداية الكلمة. نضيف ايه من البريفكس دول؟ politely عكسها impolitely. politely عكسها impolitely. make the negative form اللي هي عكس الكلمة، قصد بيها to make the negative form قصده الانتونيم بتاعها. تمام. politely عكسها impolitely. كان ممكن جاء قال لي هنا الانتونيم، بس هو بيستخدم مصطلحات مختلفة كل شوية. يعني make the negative form هي لما يجي يقول لي الانتونيم بتاع politely، ولما يجي يقول لي هنا السينونيم ممكن يجي يقول لي برضو has the same meaning، ولما يجي هنا يقول لي has the same meaning هي البديل بتاع كلمة السينونيم. تمام. What time are we going to meet space tomorrow? To meet out, to meet up, to meet down, to meet into. لا، هي مصطلح ده اسمه to meet up، نتقابل غدا. Thank you space asking me to come to the party. Thank you for asking، ده مصطلح برضو بيجي مع بعضه. thank you for asking، شكرا لي ان انت دعيت لي، سؤالك ان انا اجي او ان انت على دعوتك، اشكرك على. thank you for بيجي بعديها الفيرب في ing، for بيجي بعديها الفيرب في ing. which computer game would you like to space باسم. طيب game هيجي معاها ايه؟ play game، make game، do game، build game. هيجي معاها play game، بيجي معاها play game. The decision my brother has space wasn't easy. طيب يتخذ قرار يعني do decision، make decision، give decision، send decision. انا قلتها لكم قبل كده وكتبتها لكم كمان برضو، ان يتخذ قرار يعني make a decision. طيب هو هنا الverbs عندنا في الماضي، الماضي بتاعها هيبقى made. My mother found the bakery so she bought fresh bread. لقت المخبز open مفتوح، ugly قبيح، dirty قذر، funny مضحك. لقت البيكري open مفتوح. open هنا يا جماعة مش verb، open هنا جاية صفة. mother found ده الverb الأصلي بتاعنا، والopen هنا الadjective. don't you come to my house ده زي اقتراح، واحنا خدنا قبل كده في صيغة الاقتراحات مش بناخد where، بنقول why don't you come. why don't you يعني لما لا، هتبقى why. about the park برضو هتبقى what about. احنا خدنا قبل كده how about او what about في صيغة الاقتراح، مش when خالص. هتبقى ممكن نكتب what about او how about. what about او how about يعني ماذا عن. طيب what time shall we come مش coming، بيجي بعديها الverb في المصدر. what time shall we come. why don't we هيجي بعدها برضو الverb في المصدر. why don't we meet. طيب what a Reem like to see at the museum. what would Reem، لأن الشود غالبا بتيجي مع الآي والوي. what would Reem like. would like هتبقى would لأن الwould غالبا بتستخدم مع كلمة like. would you like. أنا لسه قايلة would you like اهي جت في الجملة اللي بعدها. does you like لا، هتبقى would you like to meet up tomorrow، معناها هل تود ان احنا نتقابل غدا. I'd prefer to انا لسه شرحها برضو. I'd prefer انا قلت لو prefer بس
قلت لو prefer بس هيجي بعدها الفيرب مضاف لل ing. طب لو would هيبقى to والمصدر to والمصدر مصدر go مش going. I think it would nice. I think it would be nice. طيب برضو على I'd prefer مهمة جدا يا جماعة ناخد بالنا منها. انا شرحتها، واللي عايز اللي حابب يرجع لها في الفيديو اللي فات على طول انا شرحها باستفاضة. قلنا prefer لو جت لوحدها هيبقى بعدها الفيرب منضاف لل ing. يعني لو قلت I prefer drinking tea عادي صح، لكن I'd prefer هيجي بعدها to والمصدر هتبقى I'd prefer to drink. I'd prefer بعدها to والمصدر. it would be nice. it would be nice عايزاكم تحفظوا الاكسبريشن ده على بعضه. it would be nice too. what about بيجي بعدها الفيرب منضاف له ing. قلنا how about او what about يجي بعدين الفيرب منضاف له ing او noun. هنا عايز فيرب to have لا هيبقى what about having. why didn't we غلط هتبقى why don't we. دي صيغة اقتراح برضو خدناها في الفيديو اللي فات. why don't we play football together. why don't we. where would you like going. لا قلنا would you like بيجي بعديها to المصدر would you like to go. let's قلنا بيجي بعديها الفيرب في المصدر على طول. let's have dinner. let's have مصدر الفعل. they prefer جت هنا على طول من غير would قبلها يبقى they prefer reading. shall we برضو صيغة من صيغ الاقتراح. shall we بيجي بعدها الفيرب في المصدر. shall we play. shall we go. shall we watch بيجي بعدها مصدر الفعل يبقى shall we play. I prefer swimming to reads. لا احنا قلنا لو جه هنا ing يبقى هنا برضو ing صيغة التفضيل ing وهنا يبقى ing. او لو جه هنا noun هيبقى هنا noun بعد to. I prefer coffee to tea مثلا احنا شرحناها قبل كده في الفيديو اللي فات اللي عايز يرجع له. برضو هنعيد تاني فيها ونزيد. prefers لو جت من غير would هناخد بعدها الفيرب في منضاف له ing يبقى سلمى prefers painting مش to paint. لو جاء قبليها would لو قلت سلمى would prefer يبقى to المصدر صح، لكن سلمى prefers يبقى الفيرب منضاف له ing. برضو في صيغة الاقتراحات how don't we visit them لا هي why don't we. لا هي why don't we visit. shall we بيجي بعدها مصدر الفعل shall we buy هو بيكررها تاني عشان تكونوا حفظتوا القاعدة. وانا قلت لكم برضو التدريبات ثم التدريبات اهم حاجة عشان تثبت في دماغكم اي قاعدة بنقولها او اي ملحوظة. حلوا على قد ما تقدروا يا جماعة. حلوا خلصنا التدريبات اللي في الكتاب اجيب كتاب تاني واحل فيه. الحل هو اللي بيثبت في دماغكم المعلومة. حلوا على قد ما تقدروا. طيب تعالوا نحل ال general exercises على lessons 5 and 6. الدايلوج. A woman at the train station is asking about the train to Ismailia. A woman. What time does the next train to Ismailia leave? امتى القطر الجاي للإسماعيلية هيغادر؟ أبو كين كليرك موظف الحجز رد عليها وهي سألت سؤال هو قال لها it takes 2 hours هو هياخد ساعتين. طيب احنا ممكن نقوله هيغادر الساعة ده راجع لإجابتك انت عادي مفيش حاجة. لو قلت الساعة 3 4 5 تمام. المهم بس تكون صيغة الإجابة صحيحة. what time does هو بيسأل does يبقى عايز صيغة الفعل. احنا قلنا حتى الفيديو اللي فات لو اللي تابعوا معايا قلنا ان المضارع البسيط بيعبر عن جداول المواعيد. المضارع البسيط بيعبر عن جداول المواعيد. اللي تابع معايا هياخد باله ان انا قلتها كتير جدا
ان جداول مواعيد مضارع بسيط. طيب تمام، هو سائل بداز انا هجاوب leaves. it leaves it اللي هي عايدة على القطر. ممكن اقول the next train leaves او ممكن اقول it على طول. قلت اهو it leaves at 4 o'clock. هو انا لقيتها هنا مش مرتبطة بيها، فانا اي اجابة هتكتبها طالما انها صحيحة في القاعدة لغويا يبقى هحسبها لك صح. طيب أول سألت سؤال البوكينج كليرك رد عليها وقال لها it takes 2 hours. يبقى هي بتسأل هو بيستغرق قد ايه عشان يروح اسماعيلية. يعني ايه هو بيستغرق او ما المدة؟ ما المدة يا جماعة اللي بيستغرقها؟ بنسأل ب how long. لما يقول لي it takes هنسأل ب how long. how long ما المدة اللي هيستغرقها. how long does it take. how long does it take. انا عشان سألت بداز شلت الاس اللي في تيك. هو جاوب حط الاس. ناخد بالنا من ناخد بالنا يا جماعة من الكلام ده عشان مهم جدا. اول سألت كان اي بوك ا تيكت بليز. ممكن احجز تذكرة من فضلك. بوك ا تيكت يعني تحجز تذكرة. البوكينج كليرك رد عليها قال لها ايه وبعدين سألها قال لها single or return. هو اكيد هيقول لها ممكن احجز تذكرة، اكيد هيقول لها بالتأكيد او طبعا يعني شور. هو قال لها شور بالتأكيد. بيسألها single or return يعني تذكرة ذهاب ولا ذهاب وعودة. ردت عليه قالت له لا ذهاب بس من فضلك. سألته سؤال برضو قال لها it's 70 pounds. اكيد سألته عن سعر التذكرة. رد عليها قال لها هي ب70 جنيه. يبقى كم سعر التذكرة يعني ايه؟ كم سعر how much is it. كم سعر التذكرة how much is it. ناخد بالنا من تكوين السؤال. كم سعرها how much. it's 70 pounds. a woman قالت له ايه؟ قال لها thank you here's your ticket. طيب هي هو قال لها 70 جنيه. طب هي عايزة تقول له تفضل الفلوس يعني ايه تفضل؟ هو قال لها thank you. هي بتقول له سألها على السعر. هي سألته على السعر قال لها 70 جنيه. اكيد هتقول له ايه تفضل. يعني ايه تفضل بالانجلش؟ here you are. انا عايزاكم يا جماعه تاخدوا بالكم برضه من علامات الترقيم عشان بيبقى عليها درجات التنسيق وعلامات الترقيم. النقطه وعلامه الاستفهام مش عايزاكم تنسوها برضه عشان بتبقى مهمه في توزيع الدرجات. طيب تعالوا ناخدوا الchoices. The prefix im gives the space meaning of the adjective polite. طيب لو انا حطيت im ل polite هتبقى impolite. طيب impolite ده هيبقى synonym ولا equal اللي هو برضو synonym ولا positive ولا opposite. positive يعني ايجابي يا جماعة ايجابي ولا opposite يعني العكس. اكيد طبعا هو polite و impolite antonyms او عكس بعض الopposite بتاعها. يبقى البريفكس ام هيدينا الopposite بتاع الكلمة. suffix earn turns the word north into a or an verb adverb adjective ولا noun. هو north لما نحولها ل northern هتبقى adjective شمالي. north يعني شمال northern يعني شمالي. adjective دي صفة. remember and memorize are. كلمة remember يعني يتذكر و memorize برضو يتذكر. synonyms مترادفين. antonyms متضادين عكس بعض. opposites نفس معنى antonyms متضادين. contrasting نفس المعنى برضو. contrasting opposites antonyms التلاتة بمعنى متضادين. هي هتبقى synonyms يعني مترادفين. space is the opposite of outside. عكس كلمة بالخارج. under تحت
outdoors في الخارج، inside في الداخل، outdoor يعني خارجي، هي هتبقى inside في الداخل، عكس outside inside في الداخل. The person who works in a garden is called الشخص اللي بيعمل في الحديقة يسمى teacher مدرس، carpenter نجار، engineer مهندس، gardener يعني عامل في الحديقة بقى gardener. chess الشطرنج is a or an space game. indoor داخلية، outside في الخارج، bored ممل، careful حريص، هي هتبقى indoor game يعني لعبة بتتلعب في الداخل. indoor هنا يا جماعة adjective ولا adverb؟ اللي تابع معايا الفيديو اللي فات هو اللي هيعرف يجاوب. indoor هتبقى adjective. game دي noun. طيب الصفة بتصف الاسم وتأتي قبله، برضو نأكد على القاعدة وانتوا ماشيين معايا، ده noun وده indoor adjective هتيجي قبل الصفة دي. الصفة تصف الاسم وتأتي قبله، والحال يصف الفعل ويأتي بعده. أنا لازم أعيدها كل شوية عشان انتوا لازم تحفظوها معايا، تمام. indoor دي adjective، indoor دي adjective. طيب يا I am looking forward to our trip. زي ما احنا قلنا قبل كده برضو في الفيديوهات الشرح اللي قبل كده ان looking forward to هنا هيجي بعدها noun او الفيرب مضاف له ing. هنا في الحالة دي جاء بعدها noun، to جاء بعدها noun. to the الأورمان garden، انا بتطلع للرحلة لحديقة الأورمان. it space at 9 am. it opens بتفتح and it takes about an hour وبتستغرق حوالي ساعة to a there by car. to get there ان انت تروح هناك، to get there by car بواسطة أصل. the online reviews about the garden are fantastic. التقارير عن الحديقة تكون ممتازة أو رائعة. the garden is very big. الحديقة كبيرة جدا and there's lots to وهناك الكثير lots to see كثير ان انت ترى. في الاخر بيقولك make sure that you wear a shoes. اتأكد ان انت لابس حذاء مريح، هي حذاء مريح. comfortable يعني مريح. طيب يلا correct. would you like drinking؟ no، هي would you like to drink. would بتحب to يا جماعة، would you like to. would you prefer to. احنا قلنا like و prefer لما يجي قبليهم would هيخليهم ياخدوا ال verb to والمصدر. قلنا قبل كده كتير في الفيديوهات اللي فاتت ان like و prefer من الافعال اللي بيجي بعديها الفيرب مضاف له ing، ولكن اذا سبقها would هيجي بعدها to والمصدر. اذا سبقها would يبقى to والمصدر، يبقى would you like to drink. would بتحب to يا جماعة، would بتحب to. would لما تيجي قبل اي فعل بتخلي بعديه to. would you like to drink. why doesn't we meet؟ why don't we في صيغة الاقتراح. why don't we احفظوها يا جماعة، why don't we والمصدر. كده we مش بتاخد doesn't عمرها. why don't we. would you like to meet؟ would you like to والمصدر. would you like to والمصدر. would you like to meet up tomorrow. I'd prefers to go. I would prefer to. I would prefer مش prefers. shall we ومصدر الفعل. shall we ايه؟ go. shall we والمصدر. shall we والمصدر. shall we go. وبكده بفضل الله نكون انتهينا من الوحدة الأولى، واستنوني في الفيديو الجاي هاخد معاكم تيست على يونت 1 هنحله مع بعض بإذن الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.